انا الكونفنتين قبل ما تفكر فيا خليك عارف اني مش مسكن عادي ولا كبسوله تتاخد وخلاص. انا شغلي مع الاعصاب مش مع الوجع السطحي. انا اتخلقت عشان اهدي الاشارات العصبيه اللي خارجه عن السيطره. مادتي الفعاله هي الجبابنتين ودورها انها تقلل فرط النشاط العصبي اللي بيعمل حرقان وتنميل والم في الاعصاب. الدكاتره بيستخدموا الكونفنتين في الام الاعصاب واعتلال العصب السكري وبعد الهربز وكمان مع الصرع كعلاج مساعد. خليك صبور معايا، انا الكونفنتين مش هفرق من اول كبسوله. جرعتي بتزيد واحده بواحده وشغلي بيبان مع الوقت. وانا صريح معاك، ممكن اعمل نعاس، دوخه، عدم اتزان، تعب او تورم بسيط في الرجلين، وعشان كده السواقه في الاول ممنوعه. لو عندك مشاكل في الكلى او بتاخد ادويه بتنيم لازم الجرعه تتحسب صح، وبرضه ما ينفعش توقفني فجاه. وخلينا اتكلم بقى بصراحه، في ناس بتاخدني غلط عشان احساس الاسترخاء اللي بعمله او مع مخدرات ومسكنات تانية، وده خطر كبير. سوء استخدامي ممكن يعمل اعتماد ومشاكل خطيره خصوصا مع الكحول او المسكنات القويه. انا علاج مش وسيله هروب. انا الكونفنتين دواء اعصاب مش مخدر ومش لعب. لو اتخذت صح وتحت اشراف دكتور هفرق معاك جدا، لكن بقى لو اتخذت غلط انا اول واحد هيأذيك. لو عجبتك الحلقه متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.